لما قلت ان في اهدار للمال العام في النادي الاهلي طلعتوا هاجمتوني وقلتوا عليا لجنه. طب اسمع يا سيدي، المره دي انا جايب لك الكلام من واحد من ولاد واساطير النادي الاهلي. الكلام مش من عندي اهو، اسمع منه وانت تفهم. الاستاذ نافع بيقول ان النادي الاهلي بيتحمل 600 الف دولار لرضا سليم. معقول؟ معقول يا جماعه النادي الاهلي يروح يبعد لعيب عنه ما يستفدش بيه ويدفع له 600 الف دولار، والنادي اللي ياخده ويستفيد بيه ويلعب له يدفع 200 الف دولار بس؟ ايه ده؟ ده اسمه سفه كروي. اسمه سفه كروي. ويا سلام لو المنظرين بقى والناس اللي بتنظر واللي بتطلع بقى تتكلم وتقول لو حد تاني عمل القصة دي ياه ما كانش خلص. لكن المنظرين والبتاع دول ما بيتكلموش في الحاجات دي اهو. ايوه، ما انت ما تعرفش يا كابتن مجدي، اي حاجه ضد الاهلي محدش يقدر يتكلم فيها، واللي بيطلع زي حالاتنا كده ينتقد الاهلي في حاجه او يقول ان في حاجه غلط بتحصل في الاهلي بيقولوا عليه لجنه وقابض وبيطلبوا كمان محاكمته. لما انا اتكلمت في الموضوع ده الناس هاجمتني. طب المره دي انا جايب لكم الكلام من واحد من ولاد النادي الاهلي، هتطلعوا تهاجموه وتقولوا عليه لجنه وقابض برضه؟ هو النادي ده مش نادي دوله والفلوس دي فلوس دوله؟ هي الناس دي ما بتتحاسبش ليه؟